خلاص نويت. خلاص نويت. انت عارف انت داخل على ايه؟ لا مش عارف، بس ما اعتقدش هيكون اصعب من اللي انا عايشه. بتهيألك. انت عايز ايه؟ عايز نقعد؟ هات لي كده سبب واحد يخليني اقعد. سبب واحد؟ بلدك، اهلك، البنت اللي مستنياك. بلدك، اهلك، صحابك، البنت اللي مستنياك. وانا فين؟ انا فين من المعادله بتاعتك دي؟ ايوه بس اكيد الوضع مش هيفضل كده والدنيا هتتغير. هتتغير بقى بيني يا راجل، ده احنا عملنا ثورتين في سنتين. مفيش حاجه هتتغير. قول الحمد لله، احنا احسن من غيرنا كتير على فكره. لا 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 لا، بقول لك ايه، الكونسبت بقى بتاع الحمد لله وجو نوسه وحماسه وسعيد وابتسام ده فكك منه خالص. مفيش فايده فيك. انت فاكر نفسك داخل على جنه؟ يا سيدي عارف ان انا داخل على نار، بس على الاقل هتشاف. بعدين هروح فين يعني؟ ما انا هرجع مسيري، هرجع. مش هترجع. المهم خلي انت بس بالك من نفسك. سلام يا صديقي. سلام. وبكره هيكون حماسه زي سعيد ونوسه زي ابتسام. لو كنت بس ساعتها عارف ان دي المره الاخيره 100 كانت هتفرق في الوداع. كنت هحضن سندس اللي في تانية تالت على المشاعر. لا ما كنتش هحضن سندس ولا حاجه. هو ايه الحاجات اللي المفروض تكون عندي او اشتغل عليها علشان اقدر اسافر بره مصر؟ ولو سافرت بره مصر ايه هي التحديات اللي هتقابلني في الاول؟ وايه هي التحديات اللي هتقابلني بعد كده؟ طيب وازاي اقدر اتغلب على التحديات دي؟ وهل فعلا كل اللي مسافر بره مصر مرتاح؟ تمام يا صديقي، حضر قهوتك تعال نتكلم في كل ده. انا ماجد نوار والفيديو ده مهم ليك لو انت بتفكر تسافر بره مصر. مبدئيا كده وكالعاده خلينا نفترض افتراض من اتنين. الافتراض الاولاني ان انت عندك الفكره او انت واخد القرار ان انت عايز تسافر، وتاني افتراض ان انت خلاص مسافر بره مصر. فلو انت حد من الاتنين دول كمل الفيديو. طيب علشان نسهل الموضوع خلينا نقسمه لمجموعه من المراحل والاسئله. المرحله الاولى او السؤال الاول، اسافر ازاي؟ لا ما اعرفش الحقيقه تسافر ازاي. ما بهزرش بجد، ما اعرفش. امال ايه اعمل مقدمه ان انت عمال تقولها واتفرج على الفيديو لو انت مش عارف عايز ايه؟ تضحك علينا ولا ايه؟ لا ما بضحكش عليك يا صديقي، بس هو اي حد هيجي يقول لك اعمل كذا علشان تسافر هيبقى هو اللي بيضحك عليك. فخلينا نبدل سؤال هسافر ازاي لايه هي الحاجات اللي انا ممكن لو عملتها احتمالات او فرص ان انا الاقي وظيفه بره مصر تكون اكبر. في مجموعه اسئله كده لازم تسالها لنفسك يا صديقي لو انت بتفكر تسافر. اول سؤال هو انا عايز اسافر ليه؟ يعني ايه؟ يعني ممكن انت عايز تسافر علشان تشتغل، ممكن عايز تهاجر، عايز تكمل حياتك كلها بره مصر، او ممكن انت عايز تسافر علشان تهرب من ضغط معين بيتمارس عليك في مصر، زي الضغط المجتمعي ان انت حاسس ان انت مضطهد في نقطه معينه، او ضغط العيله بتاعتك عليك في حاجه معينه فانت عايز تهرب، او السفر هو الوسيله بتاعتك ان انت تسيب كل ده وتهرب. فمهم جدا ان انت تسال نفسك انا عايز اسافر ليه. فانت مثلا لو عايز تهاجر فمهم ان انت هتبدا تشتغل على ملف الهجره بتاعك، فهتعمل ريسيرش بقى على البلد اللي انت عايز تهاجر عليها وايه الحاجات اللي المفروض تعملها علشان تهاجر، وتاخد الايلتس تيست او امتحان الايلتس وتبتدي تزود السكور بتاعك، وتبتدي تقدم وتروح تعمل مقابله واثنين وثلاثه وتشتغل على حساب البنك بتاعك علشان تهاجر. اما لو انت عايز تسافر علشان تشتغل فطبعا هتبدا تشتغل على الكواليفيكيشنز بتاعتك والسكيلز او مؤهلاتك والمهارات بتاعتك. الكواليفيكيشنز بتاعتك اللي هي شهادتك، وما تصدقش كلام اي حد يقول لك ان الشهاده ملهاش لازمه وان مكانها على الحيطه. الكلام ده كله بلح. اهم تول هتساعدك ان انت تلاقي وظيفه مناسبه بره مصر هي اكيد شهادتك. وتاني حاجه هي خبرتك في المجال بتاعك. يعني لو انت شخص دخل سوق العمل وعنده خبره حتى ولو صغيره فده بيعلي فرص او بيعلي احتمالات ان انت تلاقي حاجه كويسه بره مصر. عكس مثلا لو انت لسه مخلص دراسه وعايز تسافر من غير اي خبره، فهنا الموضوع هيكون صعب شويه. ايه هي بقى السكيلز اللي انت المفروض تشتغل عليها لو انت فعلا عايز تسافر؟ كلمه سكيلز كلمه متشعبه جدا وبيندرج تحتها اكتر من حاجه، منها مثلا السوفت سكيلز والبيرسونال سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز والكمبيوتر سكيلز والايموشنال انتليجنس وحاجات تانية كتير. فانت لو فعلا حاطط في دماغك فكره السفر لازم تبقى بتشتغل طول الوقت على المهارات دي كلها، لان هي دي المهارات مش بس اللي هتساعدك ان انت تسافر، لكن هي اللي هتساعدك ان انت تكمل بعد ما تسافر. ونيجي بقى هنا للمرحله الثانيه وهي الفتره الاولى من سفرك، او اول 3 4 5 شهور في الغربه.
ايه هي بقى التحديات اللي ممكن تواجهك في الفتره دي؟ اصعب حاجه هتواجهك في الفتره دي هي فكره الكالتشرال شوك او الصدمه الثقافيه. يعني ايه؟ يعني ببساطه قدرتك على ان انت تتكيف على المجتمع الجديد اللي انت دخلت فيه او المرحله الجديده اللي انت دخلت فيها. وفكره بقى الكالتشرال شوك دي هي ملهاش وقت معين، لكن هي ممكن تطول مع حد عن حد. لكن يا صديقي خليني اقول لك ان هي مرتبطه بشكل كبير بالبلد اللي انت سافرت لها. يعني لو انت مسافر من مصر لدوله من دول الخليج، فالموضوع مش هياخد معاك وقت كبير جدا، لانه ببساطه انت رايح على ثقافه مش بعيده قوي عن الثقافه بتاعتك. يعني اللغه تقريبا واحده، هتلاقي ناس صحابك هناك كتير، هتلاقي ممكن قرايبك كمان عايشين في البلد اللي انت فيها، فده شويه بيقلل حده الكالتشرال شوك. عكس مثلا لو انت مسافر ليوروب او امريكا ورايح بلد ما تعرفش فيها اي حد، انت رايح لمجتمع غربي مختلف 180 درجة عن المجتمع اللي انت اتربيت فيه. اللغة مختلفة، الدين مختلف، العادات والتقاليد مختلفة عن العادات والتقاليد اللي انت اتربيت عليها. والموضوع هياخد منك شوية وقت على ما تبدأ تتعرف على الجالية المصرية اللي عايشة في البلد دي، وتبدأ واحدة واحدة تندمج في المجتمع ده. وعلشان كده يا صديقي أنا بشوف إن دي أهم وأصعب مرحلة في السفر بتاعك، وإن أنت لو قدرت إن أنت تعدي المرحلة دي فأنت هتقدر تكمل. لأن المرحلة دي هي أكتر مرحلة بيكون عندك فيها حنين لبلدك ولأهلك، أو فكرة الهوم سيكنس. فهتلاقي بقى دماغك دايما مسوحاك في شوية أسئلة كده دايما في دماغك. هو إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ هو ده اللي أنا كنت مسافر علشانه؟ طب ما أنا كنت قاعد في بلدي مرتاح، وكان أهلي حواليا وأصحابي، والناس دي مش شبهي وأنا مش عارف أتأقلم، وحاجات شبه كده كتير. مهم بقى جدا علشان تعدي المرحلة دي حاجتين. اول حاجه هي درجه المرونه بتاعتك. انت لازم تبقى عارف ان انت رايح من بلدك لبلد تانية، فانت لازم تبقى دارس البلد اللي انت رايحها دي كويس جدا. لازم تبقى عارف الجغرافيا بتاعتها، لازم تبقى عارف عاداتهم وتقاليدهم، لازم اكيد تبقى بتتكلم اللغه بتاعتهم او اللغه المستخدمه بشكل كبير في البلد اللي انت رايحها. ولازم يبقى عندك فكره ان انا اللي رايح للناس دي مش هم اللي جايين لي، فانا مش رايح افرض عليهم الثقافه بتاعتي، لا انا رايح احاول اتعايش في الثقافه بتاعتهم. وده مش معناه ان انت تتنازل عن معتقداتك او عاداتك او تقاليدك، لا، لكن لازم يكون عندك درجه كبيره من المرونه وتقبل الاخر. نيجي بقى للمرحله الثانيه، وهي فكره ان انت خلاص بدات شويه تتاقلم على الوضع اللي انت فيه، وعايز تثبت رجليك في البلد اللي انت فيه. وهنا بتكلم عن الناس اللي مسافره بغرض الشغل مش بغرض الهجره، علشان ما بقاش بقول لك حاجه انا ما جربتهاش. حاجه يا صديقي مهم جدا ان انت تعرفها، ان سوق العمل بره مصر اكبر تنافسيه بكتير جدا من سوق العمل جوه مصر. يعني ايه؟ يعني يا صديقي لو انت شخص مش مركز في شغلك، او مش بتحاول طول الوقت ان انت تطور من مهاراتك، او مش ملتزم، فاحتمالات ان انت ما تكملش هتبقى كبيره جدا. لان سوق العمل اللي انت شغال فيه تنافسي بشكل كبير جدا، والحاجه اللي انت مش قادر تعملها كويس في شغلك في الاف الناس حواليك قادرين يعملوها، وممكن ياخدوا مرتبات اقل منك كمان. دايما فكر نفسك بالهدف اللي انت سافرت علشانه. انت رايح علشان تشتغل، فركز في شغلك. حاول على قد ما تقدر بالذات في الفتره الاولى ما تعملش اصحاب جوه الشغل. ومش معنى كده ان انت تبقى منطوي وكئيب وقافل على نفسك، لكن على الاقل في الفتره الاولى خلي معرفتك بزمايلك في الشغل مقتصره على الشغل وبس. احنا بطبعنا عشريين وعاطفيين وبنحب الكلام والرغي. حاول ان انت تبعد عن الحاجات دي بالذات في الفتره الاولى. هو ايه يا عم، هو انا حياتي كلها تبقى شغل يعني؟ مش عايز اضحك عليك يا صديقي، لكن لو انت فعلا عايز تكمل وتنجح في شغلك، فهو لازم فعلا يبقى محور حياتك هو الشغل. ودي طبعا حاجه متعبه جدا. نيجي بقى لاهم تحدي هتقابله بره مصر، وهي فكره ان انت بتعمل كل حاجه لوحدك. يعني لو انت شخص مش متجوز، او متجوز بس اولادك وزوجتك في مصر ما سافروش معاك، فانت يا صديقي هتبقى بتعمل كل حاجه حرفيا لوحدك. وطبعا الموضوع ليه مميزات كتيره جدا، ان انت بتعتمد على نفسك، وان انت شطور وبتعمل كل الحاجات دي لوحدك، بتنظف وبتحضر اكلك وبتغسل وبتنزل تجيب طلباتك، ودي كلها حاجات عظيمه جدا طبعا، لكن هي اكيد متعبه، خصوصا لو انت بتعملها لوحدك وكل يوم. فانت لو كنت في مصر شخص مش متعود ان هو يعمل الحاجات دي، فالموضوع هيبقى صعب شويه، لا شويه كتير. حاجه كمان مؤرقه جدا لاي حد عايش بره مصر هي فكره الوضع القانوني بتاعه في البلد، وده طبعا بيشمل حاجات كتير، اهمها الفيزا والاقامه والتامين الصحي والسكن. واي حد قاعد بره مصر هتلاقي عنده الحاجات دي دايما عامله له صداع. وده طبعا غير فكره ان انت دايما محطوط تحت ضغط ان انت ممكن تمشي من الشغل، لان معظم البلاد دلوقتي بقى الاولويه عندها ان هو يشغل اولاد البلد. وده منطقي وطبيعي جدا على فكره. فعلشان كده يا صديقي مهم جدا طول الوقت ان انت تبقى مركز في شغلك زي ما قلت، وان انت تبقى طول الوقت بتحاول تتطور فيه، ولازم يبقى عندك بلان بي لو لا قدر الله حصل حاجه.
تمام يا صديقي، ربنا كرمك وسافرت وعديت المرحله الاولى من السفر بتاعك وبدات ان انت تستقر وبدات ان انت تثبت في شغلك وقررت بقى ان انت تنزل مصر كنوع من انواع الاجازه يعني. وهنا يا صديقي بتدرك حاجه مهمه جدا، وهي ان مفيش اي حاجه انت كنت سايبها في مصر هترجع تلاقيها زي ما هي. يعني مش هترجع تلاقي اصحابك ملهوفين على ان هم يشوفوك وبيكلموك وبيتصلوا بيك علشان يقابلوك ويجوا ياخدوك من المطار. ممكن ده يحصل في الاول، بعد كده ولا حد هيسال فيك. وهتلاقي بشكل كبير ان انت بقيت حاسس ان انت ضيف في بيت اهلك، فهتلاقي في نوع كده من الطبطبه او ان هم طول الوقت بيحاولوا يعملوا لك الحاجه اللي ترضيك. هتاكل ايه النهارده؟ تحب نروح فين؟ عايز تعمل ايه علشان نغير جو؟ والحقيقه ان الحاجات دي كلها عظيمه وحلوه جدا وهم بيعملوها بدافع الحب، بس هو الحاجات اللي من النوعيه دي بتخليك تحس ان انت بقيت غريب او ان انت بقيت ضيف. والبنت اللي كانت مستنياك اللي احنا قلنا في الاول عليها دي غالبا مش هتلاقيها مستنياك خالص. ولو فضلت مستنياك فهتلاقي ان اهلها بقى عندهم طلبات خرافيه، ما انت مسافر بقى وبتعمل فلوس بره. ومش عايز اصدمك يا صديقي واقول لك ان انت مع الوقت هتبقى الاجازه بالنسبه لك فكره مرهقه جدا، وفي اوقات كتير انت هتبقى عايز تقطع اجازتك وتسافر. ومش علشان ان انت كاره البلد او ان انت مش عايز تقعد مع اهلك، لكن علشان كميه الضغوط اللي بتبقى محطوطه عليك فتره الاجازه. واهمها يا صديقي ان انت مع الوقت هتكتشف ان كل حاجه انت كنت مسافر علشانها اتغيرت. تعالى بقى اكلمك كده في فكره الستيريوتايبس او الحاجات اللي معظم الناس في مصر بتقولها على الشخص اللي بره مصر. فهتلاقي كلام بقى من نوعيه ان انت يا عم ربنا كرمك وان انت بره مصر، على الاقل بعيد عن البلد دي، على الاقل تاخد مقابل لتعبك. لا تعليق. ومش هكدب عليك واقول لك ان انت مش عايش كويس. ممكن فعلا تبقى عايش كويس وعايش في مستوى كويس، وممكن فعلا يبقى مرتبك كبير، لكن ايه بقى الحاجات اللي انت بتقدمها قصاد المرتب ده؟ هل انت مثلا ما بتدفعش ضرايب؟ هل انت مثلا ما بتدفعش سكن؟ بص يا صديقي هقول لك على حاجه، المغتربين انواع كتير جدا. في ناس بتبقى واخده القرار ان انا على قد ما اقدر هقتصد وعلى قد ما اقدر هاجي على نفسي علشان اقدر امسك قرش لو قدر طبعا، وانزل استقر في مصر، او مش هنزل استقر في مصر بس انا هنزل اعمل حاجات في مصر زي ان انا اشتري بيت وعربيه وافتح مشروع والحاجات دي كلها. فانت بتبقى بتشتغل وطالع عينك في الشغل وبتقضي اليوم بتاعك كله في الشغل، وبتروح البيت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تقتصد وما بتخرجش كتير وما بتسافرش علشان خاطر ان انت عايز تستقر في مصر، او انت عايز يبقى وضعك المادي في مصر كويس، او وضعك المادي عموما كويس، وده عظيم جدا مفيش فيه اي مشكله. وفي نوع تاني شايف الموضوع انه انا اوريدي مسافر ومتغرب وبعيد عن اهلي وبعيد عن بلدي وبعيد عن صحابي علشان اعيش حياتي كويس. يعني على قد ما اقدر بحاول اوفر احتياجاتي الاساسيه، باكل كويس، قاعد في مكان كويس، بلبس كويس، وطول الوقت بحاول ان انا اخرج واروح واجي واسافر. فانت يا اما بتاخد من حياتك اللي انت المفروض تعيشها علشان خاطر الفلوس، او ان انت بتاخد من الفلوس علشان خاطر حياتك اللي انت المفروض تعيشها. فانت اللي هتقرر انت عايز تبقى ايه من الاثنين دول، ومفيش واحد فيهم صح وواحد فيهم غلط. حاجه كمان هتسمعها كتير طول ما انت بره مصر، ما تشوف لنا حاجه عندك. هو انا ما عنديش اي مشكله خالص ان انت تيجي وتشتغل وربنا يكرمك، بس هو انا فعلا مش هعرف اشوف لك حاجه عندك، لانه ببساطه انا بالعافيه قادر اسرفايف. فانا لو بايدي اساعدك اكيد هساعدك، لكن هو فعلا مؤخرا الموضوع ما بقاش سهل خالص. وفي النهايه يا صديقي لازم تعرف ان الموضوع مخاطره كبيره جدا، وملوش اي فورمولا معينه لو انت طبقتها هتبقى بتشتغل كويس ووضعك المادي كويس وعايش في بلد كويسه ومرتاح ومش ناقصك حاجه. الموضوع فيه نسبه توفيق كبيره جدا، لكن مهم زي ما قلنا ان انت تاخد بالاسباب. واخيرا يا صديقي مهم جدا ان انت تعرف ان اي حد مغترب او بره بلده هو مش مبسوط وما بيكرهش بلده على فكره، بالعكس هم اكتر ناس بيحبوا بلدهم، وهو فعلا بيبقى عايز يرجع. لكن مع الوقت هتلاقي ان السنين عماله تمر منك وانت مش عارف تاخد قرار، ارجع ولا اكمل؟ طب لو رجعت هعمل ايه وهبدا ازاي؟ بس انا في نفس الوقت ما بقتش قادر اكمل في الوضع ده، بس انا محتاج امسك قرش شويه، بس انا في نفس الوقت عايز اعيش حياتي اللي عماله تتسحب مني. كل دي حاجات انت بتفكر فيها كل يوم. تضيق بنا الارض تحشرنا في الممر الاخير فنخلع اعضاءنا. تضيق بنا الأرض تحشرنا في الممر الأخير فنخلع أعضاءنا كي نمر. كابتن توباسا مغترب معانا هنا من اليابان. تحيا مصر يعني.